مش قادر اخد نفسي. ايه ده؟ ان انا لو ما وصلتش للشيب اللي انا عايزه في خلال الاربع شهور دول هحذف التشانل. صباح الخير يا شباب او مساء الخير على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. النهارده عندنا فلوج رقم 5. النهارده هنتكلم عن ايه غرض الرحله اصلا، وليه انا هتحدى نفسي الاربع شهور الجايين دول ان انا لو ما وصلتش للشيب اللي انا عايزه في خلال الاربع شهور دول هحذف التشانل. فالنهارده فلوج تمرين ووجبات، هوريكم الروتين اليومي بتاعي. والفيديو اللي فات شرحنا فيه التنشيف بكل تفاصيله، لسه برضه في حاجات تانية ما اتقالتش كامله في الفيديو، بس الفيديو يعتبر مرجع كامل لاي حد مبتدئ عايز ينشف من غير ما يحتاج لمدرب، سواء هو ما عندوش الامكانيه او سواء مش عايز يوش دماغه. صدقني الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. الفيديو اللي فات ما لحقتش اشارككم الدايت بلان بتاعتي، فالنهارده هشارككم الدايت بلان، هحطها لكم على الشاشه. دي الدايت بلان اللي همشي عليها خلال الاسبوع دوت. بشارككم برضو اي تغيرات على مدار الاسابيع اللي جايه، بشارككم في فلوجات شبه اسبوعيه، يعني تقريبا تعالى نقول 16 فلوج. فاحنا عندنا فلوج ثابت كل اسبوع ايا كان اللي حاصل، ايا كان ايه اللي بيحصل، ايا كان ايه اللي موجود في الدنيا في الحياه، ايا كان اللي انا فيه. هنزل كل اسبوع فلوج عن التطور اللي انا واصل له. انا كنت عطلان بقالي اسبوعين وخدت دايت بريك اسبوع. المفروض انا بدأت من شهر، بس هنكنسل كل ده ونرجع نبدأ من اول وجديد ما كنا ما فيش اي حاجة. فالنهارده هاخد الميزان والقياسات والصور، كل حاجة من اول وجديد. احنا بدأنا يومنا بصلاة الفجر، عملنا القهوة. مش عارف اكل وجبة ولا لا، بس ممكن ما اكلش، انا حاسس ان انا تمام يعني، وهروح اتمرن ونرجع. هظبط معاكم موضوع الوجبات واقول لكم برضه على شوية تريكات في موضوع الوجبات ده هتظبط معاكم الدنيا اكتر. فبس هنخلص قهوتنا وهنرجع على الكمبيوتر نظبط كام حاجة في الدايت بلان ونمشي على الجيم. والله المراية لا فايدة. يا شباب احنا في الجيم. انا كنت هلعب ايه. عندي تمرينة ارنولد سبليت، صدر وظهر. أنا مش عارف، انا بعيد تقريبا اوت اوف فوكس، بس قشطه. عندي تمرينة صدر وظهر، دي التمرينة التانية في الارنولد سبليت. انا مش بلعب ارنولد سبليت في العادي، بس انا حاسسها مريحة اليومين دول بالنسبة لي، بالنسبة للجدول يعني، فداخلها اليومين دول كده بالحب يعني. فيلا بينا هنسخن، بعد كده ايه نخش نودي على طول. التمرين ده المفروض يعني يبقى في حاجة، مش فاكر والله جبت ريزيستنت باند معايا ولا لأ، بس هو يعني ايه المفروض يبقى فيه بند أو حاجة. أنا مش فاكر الصراحة أنا جبت البند معايا ولا لأ، بس إن شاء الله هكون جبته عشان نلعب شوية حاجات كده ايه تسخن الكتف حلو عشان ما يهزرش معانا. فنشوف البند. البندات دي كانت مش عارف تقريبا 120 جنيه ولا 150 جنيه، بس قشطة يعني كويسة، هتفيدك في الحوار ده. اطلع السنة. خلصت؟ طب تعالى يا عم. طيب يا عم مالكش دعوه بيها خالص، ولا كأني موجود. لا اتعامل يابا ولا كأني موجود ولا اي حاجه. طبعا ده تمرين قطع النفس بنفسه. بسم الله. فوك. طيب دي كانت التوب ست، مش قادر اخد نفسي. فهنخش بعدها الباك اوف ست. عايز انجز التمرينه فهخش سوبر ست، شكل للظهر وشكل للتشيست. طيب يا شباب عندنا تاني شكل في السوبر ست اللي هو الفلايز. هنسخن برضو حلو عشان احنا لسه لاعبين ظهر وما سخناش للتشيست. اما واحدة فهنسخن حلو وندخل مجموعتنا. بسم الله. خلصنا التوب ست، هنخش على الباك اوف ست. بعد الباك اوف ست عندنا كيبل شراجز، هنلعبها بالبار الزجزاج اللي هو الايزي بار. يا الله. بس هنلعب مجموعة تانية وهنخش شكل للبايسبس وشكل الترايسبس برضه سوبر ست. نبقى قضينا على التمرينة دي. ممكن نخش برضه ايه حاجة للابس وبس. هو شكل انت قاعك قدام جسمك وشكل وانت قاعك ورا جسمك. ولو عايز تاخد حاجة للبراكياليس هتلعب اي شكل هامر
سواء بالحبل على الكابل او بالدمبل، وانت كده مش محتاج اي حاجه تانية للبايسبس عامه. اخر عدة. يا الله. خلينا في الباك اوف سيت نريح الدكه درجه كمان ورا. ايه ده؟ نلعب الباك اوف سيت وبعد كده نخش شكل الابس، نبقى خلصنا وزي الفل كده. طيب يا شباب احنا خلصنا، نطير على البيت نظبط ايه موضوع الوجبات، اصل انا خانقكوا كده فاهم، خانقكوا. طب يا شباب احنا وصلنا البيت، هنقوم ناخد شاور ونعمل اول وجبة. حوالي 400 جرام بطاطس قبل السوا، وأربع بيضات، وحوالي تعال نقول 100 جرام جبنة قريش، وعندنا 10 جرام زيت زيتون، و100 جرام خيار، و30 فلفل، وشوية هالبينو، وشوية توابل وبتاع. وعندنا كوباية نسكافيه، فهنخلص الوجبة دي، نخلص النسكافيه ونشوف هنعمل ايه على الجهاز وبس. ممكن حد يسأل ايه الجبنة القريش فين؟ الجبنة القريش بتاع البينك اللي هناك دي. لو عايزين طريقتها قشطة، بعملها بهالبينو وبتاع شويه حبشتكنات كده قشطه، طعمها بيبقى كويس. انا الناس ما عنديش مشكله في طعم الجبنه القريش، بس هو مع الوقت بقى ايه فاهم الواحد خلاص كفايه كفايه جبنه قريش، فعشان ايه نسهل الدنيا شويه بعملها بالطريقه دي بقى قشطه. بعملها دريسنج سلطه زي كده مثلا فاهم، بقطع البطاطس واقطع البيض واقطع الخضروات كلها اللي انا عايزها و... واروح اعملها زي الدريسنج كده فاهم، وبتبقى قشطه سبايسي شويه وطعمها خطير الصراحه. طب يا شباب ده وقت المكملات بتاعتنا دلوقتي. ما اعتقدش ده كرياتين مونوهيدرات، هناخد منه سكوب، وده يعتبر الراجعة بتاعتي على الكرياتين، يعني دي بداية أو ده أول يوم هبدأ أستخدم فيه الكرياتين في الجيرني يعني. هل الكرياتين تستخدمه في فترة وتوقف فترة؟ قلنا لأ قبل كده، واتكلمنا في فيديو فات عن الموضوع دوت. هتلاقوه تقريبا في أول فلوج، في أول فلوج على التشانل. فهاخد 5 جرام، مش هنعمل لودنج يعني، سيبك من العبط دوت. تاني حاجة معانا الأوميجا 3، ودي جايبها أوميجا ار اكس عشان طعم السمك في البتاعة التانية، وبرضه نسبه كويسة. وعندنا اوكتوزنج، وعندنا ليميتلس ماكس. انت مش شرط تاخد كل الحاجات دي، الحاجات دي مناسبه لاحتياجي انا ولاستخدامي انا. عندنا برضو فيتامين د، ما باخدوش كل يوم عشان ما يعمليش هايبر كالسيميا او حاجه، فباخد حبايه كل 3 ايام او يومين. طيب لو لقيت اي كيس في مكمل، يعني انت لو لقيت جوه العلبه كده في كيس او حاجه، يعني ما تطلعهاش، نسيبه، ده بيبقى حاجه كده عشان تمنع موضوع التكتل او الرطوبه توصل للمكمل بتاعك. يعني هو المكمل ده يعتبر فيه سن رطوبه بس قشطه، هو ما كتلش او حاجه يعني، فزي الفل. دي باخد منها 2 أو 3 بسم الله ونبلعها. بعد كده هنمضغ التلاتة جاميز دول بس. الناس اللي شغاله زي ما انتم شايفين هم عليهم سكر بس قشطه، يعني سعراتهم مش اللي هي عاليه قوي يعني. بس دي المكملات بتاعتنا. حاليا عندي فيديو المفروض اعمل له اديت، فهنشغل الجهاز ونعمل اديتنج للفيديو بتاعنا، فتوكلنا على الله. قول رايك على الفيديو، ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله، الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم، لكن انا انت مش عارف شايف انتوا فيديو هتبقوا كتبت شايفينه ولا لا، بس دي اخر وجبه. قول رايك. دي عباره عن 200 جرام سمك، و120 جرام رز قبل السوا، وهنا في شويه خضار كده معمولين مع السمك حوالي تقريبا 70 80 جرام، ومعنا 100 جرام خيار. فهنودي دي تعتبر الوجبة الأخيرة، عشان في وجبة هكنسلها الصراحة عشان الوقت اتأخر قوي وأنا مش قادر. سرحت شوية المونتاج وكده، فهنشوف حاجة نسمعها على يوتيوب ونتعامل. طيب أنا مش عارف هتشوفوني ولا لأ يعني، بس تعالى نقرب شوية كده حلوين. ماشي. ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في السودان، ربنا يا رب ينصرهم. للأسف في تكتم غريب مش مفهوم الصراحة، فما تنسوش من دعائكم.
يا بندق. ايوه طيب انا دلوقتي بقى ايه مش هنعرف ناكل وهنلاقي القطط كلها بدأت تطلع. بعدين وبس يا شباب اعتقد دي كانت نهاية الفلوج. انا مراقبك شايفك ايه يا بات. هديكي فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا ان انتوا وصلتوا للنقطة دي من الفيديو.